ازيكم؟ انت ممكن تعرفني ايه المرض اللي اخترعته لنفسك لما كنت او لسه في فتره المراهقه؟ مع اني بصراحه مش مؤمن اصلا ان في حاجه اسمها مرحله مراهقه. المرحله ديت كانت مرحله بنت لو حابين نتكلم عنها في فيديو لوحده قولوا لي في الكومنتات، اكتب يا اسطى اي حاجه في الكومنتات يا اسطى. المهم انا وقتها كان عندي تقريبا 12 او 13 سنه، وكنت بسمع الناس بتقول ان المرحله ديت صعبه موت وهتموف اون منها ومش عارف ايه. دخلت فيها وبصيت يمين لقيت كل حاجه طبيعيه، بصيت شمال برضو كل حاجه طبيعيه، لا فكرت اشرب سجاير ولا فكرت اعمل حاجه غريبه ولا فكرت اضرب 10. بس قلت ازاي يعني معقول اعدي المرحله دي كده؟ ما ينفعش. قمت بقى واخترعت لنفسي الاكتئاب. رحت المدرسه فضلت ساكت ومستني اي حد يسالني مالك يا ابني في ايه عشان اقول له عندي اكتئاب يا اسطى ومتضايق من الدنيا. بس المصيبه ما حدش عبرني، واللي جرحني بجد ان في الفسحه واحد من زمايلي قال لي يلا نلعب كوره، قلت له لا يا اسطى مش قادر ماليش نفسي يا اسطى. قام رد عليا وقال لي خلاص. فهو ماشي بيقول له زياد ما جاش يلعب ليه؟ قال له ابو في البيت. من هنا بقى فهمت ان الامراض النفسيه دي بلح. اي حد يقول لك انا عندي شيزوفرينيا ولا ADHD اديله واحده على طيزه خليه يسكت. المهم انا الزوز واحد مش بيعرف يهزر ودمه تقيل. لو شايف ان دمي خفيف ارزع لايك واشترك وخلينا نوصل 1000 مشترك، وكمل الفيديو ده للاخر لو عايز تتسلى، ويلا بينا نبدا الفيديو. من يوم الموقف الخرا ده وانا فهمت ان اي بني ادم علق ممكن يختار يعيش الدور اللي هو عايزه طالما فيه شويه اتنشن وطبطبه وكام تعليق فيه انت قدها يا اسطى من علوق شبهه. ومن هنا بدا عصر انا عندي مرض نفسي سيبوني في حالي. دلوقتي اي حد بيصحى من زحمه المواصلات يقول لك انا عندي بانيك اتاك، واللي مش عارف يذاكر يقول لك انا ADHD، واللي زهقان من الشغل يقول لك انا عندي اضطراب شخصيه. وغالبا بيكونوا من مناطق معينه كده، انا مش هقول اساميهم عشان محفظتي بتتوجع، بس هفهمك. تلاقي في كل 3 متر مكعب 6 أو 7 معاهم حالات وكلامهم يجيب مغص. يقول لك وانا صغير ابويا كان بيصحيني بدري، ده تعنيد ده. وانت تفتكر طفولتك اللي ابوك غالبا كان بيركبك فيها. بقينا نفتح الانستجرام نلاقي صوره وعيون وعتمه، واحد كاتب لك منتل هيلث ماترز، ما تكتبها بالعربي يا اسطى، وهو بيبقى قاعد بالبيجامه بياكل فشار وبيعيط عشان الاصطناعي اللي طلبه من SHEIN لسه ما وصلش. احنا حرفيا وصلنا للمرحله اللي لما حد يجيله صداع بدل ما ياخد بنادول ونص فرخه مشويه يكتب ستوري مش قادر اشرح اللي جوايا بس بنهار بصمت. لو دخلت تساله في الكومنتات مالك يقول لك مش وقته يا اسطى. طب وقته امتى؟ قلت لك مش وقته يا اسطى يا عم غور. واسوأ نوع اللي حافظ اسامي الامراض النفسيه اكتر من المنهج، يقعد يقول لك انا امباث يا اسطى وعندي اضطراب هويه وقلق وجودي وسيزون ديبريشنز. يا عم روح شوف لك اخصائي ولا شوف حد ولا شوف لك شغلانه فيها تامين صحي. والنوع ده بالذات عايز له كلمه واحده بس، خص امك على خص امه، لانه غالبا بيقعد ينقل بوستات من جروبات كئيبه ويفكر نفسه محلل نفسي من بتوع نتفليكس. بس اللي يفقع المرار اكتر واحد فاضي ما عندوش حياه فتح الانستجرام لقى ريلز. لو بتحس بفراغ فده معناه ان انت حساس قوي. يكتب في الكومنتات ده انا كده من وانا عندي 4 سنين. وفتره كده كنت مصاحب واحد وده فعلا متاكد انه عنده مرض نفسي واشك انها عنده لحد دلوقتي. انتوا عارفين ان في ثالثه اعدادي مستوى الهبد بيبقى عالي جدا، بس عنده كميه لو قلت عليها عالي تبقى قليله عليه، وكنا بنضطر نصدقه عشان زمان كان غلبان فشخ. بس دلوقتي عنده مرض نفسي. يا رب ما حدش يكتشفه، اهم حاجه ربنا يسامحني وسامحني يا اسطى لو انت بتشوف الفيديو ده انت كمان. بس انت بني ادم مليان كميه سماجه، ومن كتر حكاويه عن النسوان وقد ايه هو فاجر وفشيخ وما فيش منه 2 في الكوكب ده، بقيت بتخيله في دماغي ماشي في اي حته عينه على اي حته عشان اول ما تبص له بس كده بالغلط يقوم يخترع موقف في دماغه علشان يحكي للشباب تاني يوم. وسامحني يا اسطى بس انت اكتر واحد بضنتني السنه دي، ومستني السنه دي تخلص باي طريقه عشان ما اشوفش وشي ميت تاني. واللي بيضايقني في الامراض النفسيه انها مش مفهومه. يعني مثلا عندك البرد والسكر والمغص، كل دي حاجات ملموسه ما عدا المغص وحياة ابوك مش ناقص. فعشان الحاجات دي ملموسه صنع لها علاج. انما اول واحد اتصاب بمرض مليون في المية الناس اتهمته ان هو شيطان، ده اكيد. بس بتكلم على اول ما بداوا يعرفوا ان ده مرض. كان اول علاج ليه ايه بقى؟ عباره انهم يجيبوا الشرموط ويكهربوه. والانقح انه مش حاجه في جسمك، يعني مش حاجه زي البلهارسيا مثلا، هي حاجه نفسيه. انت ضربت 10 زمان حسيت بالذنب هوب انت عيان دلوقتي، وتروح بقى تحط دي على وشك وروج احمر على شفايفك وتفشخ جسم، وبعدين يجي باتمان والجوكر ده اكتر واحد صعبان عليا يا جدعان والله. شفتوش باتمان بجد راجل وطواط والله شفتوش؟ هتلاقيه في الباتمان. اكتر واحد باتمان حط عليه. باتمان كان
كل يوم الساعة 8 الصبح بتوقيت جسم. وفي النهاية المرض النفسي مش موضة ومش لقب بنحطه على نفسنا عشان نلفت الانتباه، ومش حاجة برضه نضحك بيها أو نستخدمها عشان نهرب من المسؤولية. اللي فعلا تعبان ما بيبقاش عايز حد يلاحظه، بيبقى نفسه يرتاح بس في هدوء من غير دوشة. فلو انت حاسس انك محتاج تساعد نفسك ساعدها بجد، مش بالكلام، مش بالبوستات، مش بالتمثيل، بالفعل. روح لدكتور، اتكلم مع شخص قريب، واجه نفسك، بس ما تلبسش غيرك ذنب انك ما بتحاولش تتعالج، لان اللي بيستهزئ بالمرض النفسي مش بس بيأذي غيره، هو كمان بيضيع فرصته الوحيدة. في ناس اتأذت بجد، في ناس ماتت وهي بتحاول تبان كويسة. ما تبقاش منهم. الاعتراف مش ضعف والطلب مش عيب، بس الكذب عن النفس هو اكتر حاجة ممكن تكسرك وانت مش واخد بالك. فكر يا اسطى، هو انت عايز ترتاح ولا عايز الكل يفتكر ان انت تعبان وخلاص؟ المهم اوعى الفيديو ده كله يكون نساك انك تحط لايك وتشترك، ويا ريت تشير الفيديو وتكتب لي تعليق حلو زيك في الكومنتات. سلام.